السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم محمد امين للوصفات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقه خطيره ورائعه ديال الطريقه باش غادي تقادوا الرزيزه في المنزل ديالكم بلا ما تشريوها وبلا ما تعذبوا ولا تمحنوا في كثره التجباد وكثره تخلي العجين يرتاح. كتقاديها كتعجنيها وكتقاديها مره واحده. قبل ما ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير، لاول مره كيشاهدني او كيزور القناه ما تنساوش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك الاحمر ولايك للفيديو، وندوزو للمقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا عندي واحد القصريه وضعت فيها 3 كؤوس من الدقيق ولا باركاس العنبه وكأس من الفينو السميد الرقيق الناعم، وضفت عليهم كذلك 2 المعالق ديال العسل العادي اللي يمكن لكم تستبدلوهم بالسكر سنيده، وضفت كذلك ملعقة صغيرة غير مملوءة من الخميرة الحلويات. وغادي ناخد الماء العادي من الصنبر للعجن. غادي نعجن العجين ديالي عادي كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة، يعني العجينة اللي كتعجنوا دائما. هنا العجينه ضروري ما تعجنوها مزيان وتدلكوها واحد الخمسة ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق باش تولي لينه وتنجح معكم ان شاء الله هذه الرزيزه وما تعذبكمش اثناء العمل. صافي غادي نعجن العجين كيف ما كتشوفوا معايا. الماء كيف ما قلت لكم من الروبيني، ماء عادي بلا ما تسخنوه ما حتى شي حاجه. غادي نبقى كنجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، راه هاد الطريقه بسيطه وسهله. صافي هنا بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا راني دخلت فيه كأس ونصف من الماء، وهنا غادي نضيف هذيك ملعقه صغيره غير مملوءه من الملح، ودائما الملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم كذلك تنقصوا. صافي هنايا غادي ندخل هذيك الملح في العجين، ودائما المقادير بالغرامات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. صافي غادي نحيد هذيك القصريه اولا البول اللي تعجنوا فيه، وغادي نحطوا العجين ديالنا فوق سطح العمل، وغادي نبداو كندلكوه مزيان بالكفوف ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي نبقاو كندلكوه، ولا كان العجين ديالنا مازال قاصح يمكن لينا نضيفوا القليل من الماء مع الاستمرار في الدلك. صافي هنايا كندلك العجين كيف ما كتشوفوا كتصبح الوجه ديالها ملس، وكندهنوها بالقليل من الزيت النباتيه وكنوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي اولا سلوفان. صافي وكنخليوها ترتاح الوقت اللي بغيتو نتوما، يمكن لكم 5 10 اللي بغيتو الوقت اللي مساليتو فيه. هنا خديت القليل من الزبده وذوبتها وضفت ليها القليل من الزيت النباتيه، وضفت ليها ملعقه كبيره من مملوءه من الفينو دقيق القمح الصلب كيف ما كتشوفوا، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. صافي وغادي نضيف هنا تقريبا ملعقه صغيره غير مملوءه من الخميره الحلويات غنضيفها على الخليط، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا المكونات مع بعضهم. صافي وغنوضعوا على جنب، وغادي ناخذ القليل من الزيت، وغادي ناخذ هذيك العجينه بعد ما ارتاحت ليا كيف ما كتشوفوا معايا، راه ارتاحت كيف ما كتشوفوا وكتجي مطاطيه وكتعطينا الطوع اثناء التقراص، واثناء كتجي كذلك كتجي مورقه. صافي غنشكل منها واحد الكويرات كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. الكويرات من الاحسن يكونوا متوسطين، ما يكونوش صغار وما يكونوش كذلك كبار، باش الرزيزه ديالكم تجيكم مورقه من الداخل ويجيو فيها دوك الخيوط. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي، وكيف ما قلت لكم راه الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، يمكن لكم ديروهم كبار ولا صغار، انا هنايا درتهم متوسطين. وغادي نكمل كيف ما قلت لكم. غادي نشكل انايا هنايا 6 ديال الرزيزات، يعني 6 ديال الكويرات. صافي كنحاول نقادهم يكونوا متساويين، يكونوا قد في الوزن ديالهم وفي الشكل ديالهم، باش هكا تجيني الرزيزات ديالي يجيو في شكل واحد ووزن واحد.
صافي غادي نغطيهم نخليهم يرتاحوا لي واحد 5 ديال الدقائق باش يجيوني ساهلين في اثناء التقراص. صافي هنايا غادي نسرح العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. دائما الاستعانه بالزيت ماشي الزبده باش هكا ما تقطعش لكم العجين. غادي نسرح العجين ديالي مزيان حتى تولي رقيقه ويبان ليا سطح العمل. كنستمر على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، راه كنسرح غير بالاصابع ديالي والعجينه راها ناجحه، لذلك كتجينا سهله في التكراس وكتعطينا الطوع. صافي هنايا بعد ما سرحتها رقيقه كيف ما كتشوفوا، خديت هنايا هذيك القطعه ديال البيتزا وكنشكل بها واحد الخطوط. والا ما عندكمش هاد القطعه ديال البيتزا يمكن لكم تستعملوا هذيك القطعه اللي كتقطعوا بها القزبر والمعدنوس، هذيك حتى هي كتقطع كتجي رائعه. صافي غنستمر على هذا الشكل هذا، كندير هذوك الخطوط رقاقين كيف ما كتشوفوا معايا. البلاصه اللي بانت لكم عفوا ما مقطعاش كتقطعوها. صافي وغادي ندوز ناخذ القليل من هذاك الخليط اللي خلطنا فيه الزبده والزيت، وغادي نوضع منه على هاد الرزيزه ديالي اللي قطعت، وغادي نبدا كنجمع على هذا الشكل. صافي كنجمع على هذا الشكل هذا وكنحاول نلويها على الاصابع ديالي كيف ما كتشوفوا. كتلوي على الاصابع ديالكم فحال الملوي العادي. صافي وغنعاود معكم واحده اخرى. دائما الاستعانه بقليل من الزيت، وكنسرحوا العجين فوق سطح العمل رقيقه كيف ما كتشوفوا. صافي وكناخذوا كذلك القطعه ديال البيتزا، ولا يمكن لكم تستعملوا كيف ما قلت لكم هذيك القطعه ديال الربيع، اولا غير سكين ويكون حاد وهو اللي غتقطعوا به هاد الشرائط. صافي وكناخذوا قليل من الخلطه اللي وجدناها كندهنوا بها وكنجمعوا العجين على هذا الشكل. راه الطريقه سهله ومبسطه، وكنلوي على الاصابع ديالي بثلاثه كيف ما كتشوفوا. صافي وكنبقى نستمر كذلك حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله غادي ندوزو للطريقه ديال الطهي. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا راه نفس الطريقه اللي استعملتها في الاول كنبقى نستعملها في هادوك الرزيزات ديالنا كاملين حتى كنساليو الكميه كامله اللي درتنا. انا راه كنحاول غير نبسط العجينه باش يلتصقوا ليا دوك الشرائط مع بعضهم، وكنلويها على الاصابع ديالي كيف ما كتشوفوا. نتمنى الطريقه تكون واضحه لكم مزيان. صافي هنايا على النار تكون متوسطه ماشي مهيله وماشي مجهده، وكنقرص العجين ديالي على هذا الشكل. كنوضع المقلاة تسخن مزيان فوق من البوطه، وكنقرص العجين ديالي غير بشويه، وما تحاولوا ما ديروهاش رقيقه حيت الا درتوها رقيقه راه غادي يجيكم الرزيز ديالكم صامته وما غاديش تجيكم فيها دوك التوريق باش يبانوا لكم هذوك الشرائط اولا الخيوط ديال الرزيزه باش معروفه. صافي وغادي نحطوها اون فوا غادي تشمع لكم غادي تقلبوها، ما تخليوهاش حتى تحمر مزيان باش هكا كتفك من الداخل وكتورق. كنبقاو دائما كنحطوها وكنقلبوها حتى كتحمر وكتفك من الجوانب وكيوليو يبانوا لينا هذاك التوريق.
راه ساهله بلا ما تحتاجي لا ماكينه لا كثره التخمام كيفاش غتصايبيها لا حتى شي حاجه. طريقه ساهله ومبسطه كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما راها كتجي مورقه وكيجيو هذوك الخيوط ديال الرزيزه كيجيو فعلا رائعين وكيجيو بحال مصايبه بالماكينه. كيف ما كتشوفوا كتجي محمره كذلك. وهانتوما شوفوا معايا التوريق. فعلا اللي كلاها عندكم راه غادي يقول بانكم راه غير شريتوها من الزنقه او لا صايبتوها بشي ماكينه، ما غاديش يقول بانكم راكم صايبتوها في الدار وبهذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه ديال الطهي حتى كنكملوا الكميه اللي عندكم كامله ديال الرزيزه وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي. وكوني اكيده الا جربتيها غادي تنجح معاك من اول مره، وكذلك غادي تبهري كيفاش غادي تجي. واخا تكوني اول مره غتصايبيها غادي تصدمي في النتيجه. هانتوما شاهدوا معايا هذاك التوريق كيفاش كيجي. هانتوما راها سخونه ما قديتش نوريكم كيفاش كتجي، ولكن راها كتجي رائعه. انا كنحاول هنايا باش نشارك معكم كيفاش كتجي فاش كطيبوها في المقلاة. هانتوما شوفوا معايا كتجي رائعه رائعه تستحق التجربه. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما ساليت الطهي ديال الرزيزه اللي شاركت معكم. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي مفككه تجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا من لي لايك الفيديو المشاركه في القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفرجه ممتعه وخليتكم على خير.